السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. البنات اليوم جبت لكم فطائر أو مملحة، والله ولا أروع، بنينة بزاف وسهلة في التحضير واقتصادية، مقادير قليلة وموجودة في كل بيت. نتمنى أي وحدة شافت لا فيديو تنوض تجربها حالا، والله راح تعجبكم وتعتمدوها. نبداو على بركة الله في الوصفة. في البداية نبداو في العجينة. انا كيلت بهذا الكيله متوسطه، عطاتني 12 خبزه. انت اذا حبيتي ديري كميه كبيره ضعفي فقط المقادير او ديري كيله كبيره. عندي 4 كيلات فرينه، ضروري البنات نغربلوه كما راكي تلاحظي. عندي ملعقه صغيره كما راكي تشوفين، الملعقه اللي راني نخدم بها هي ملعقه تاع لايورت، ماشي الصغيره تاع الشاي او الكبيره، المتوسطه كما راكي تلاحظي. عندي ملعقة خميرة الخبز، ملعقة سكر، ملعقة عسل، نعم ملعقة عسل، نصف ملعقة صغيرة ملح، وملعقتين كبار زيت المائدة. نعبر كيلة تاع الماء ونبدأ نشمخ ونلم في العجينة. الماء لازم يكون عادي فقط. لاحظي نكمل الكيلة تاع الماء، إذا ما كفاتنيش نضيف كيلة أخرى ونستخدمها غير بالعقل حتى تتلم العجينة وتكون طرية. لاحظوا معايا، نحكم العجينة تاعي نحطها على الرخامة أو البلان دو ترافاي ونبدأ نعرك فيها أو نعجن فيها. أنا خذيت لي 2 كيلة. الكيلة يا البنات اللي كيلت بها الفرينة راني كيلت بها الماء، دات لي 2 كيلات ماء. نبدأ ندلك فيها دلك خفيف فقط كما راكي تشوفي، ونلمها ونحطها في بول ونغطيها ونخليها ترتاح. بالنسبة للحشو البنات عندي بصل أخضر، عندي كمية من اللحمة أو الدجاج المفروم، إذا حبيتي ديري فيونداجي ديري، موجود بالموجود. إذا ما كانش عندك حبيتي ديري الطونة ديري 2 علب أو 3 علب حسب الرغبة. نضيف عليه كمية من الزيت 2 ملاعق كبار أو 3 ونحطهم على النار هادية ونخليهم يتقلاو كما راكي تشوفي. في البداية نخلي الدجاج يتقلى وحده والبصل وحده، كي يبدا يذوب البصل نخلط كلش مع بعض كما راكي تلاحظي، ونحاول نفتت الدجاج بالملعقة. طريقة سهلة، لاحظي معايا. هنايا البنات نضيف وحده كورجيت او جريوات نربيها وحده جزر كما راكي تلاحظي. والله يا البنات الحشو هذا راح يجيك معسل وبنين بزاف وتجي الكميه زاكيه. بالنسبه للتوابل البنات انا ضفت فقط فلفل اسود والملح. انتي اذا حبيتي ضيفي زنجبيل، كرويه، كمون، لا كذلك بابريكا، المهم التابل اللي يعجبك ضيفيه او حتى تابل دجاج. لاحظي نخلط كلش مع بعض ونغطي عليها ونخليها حتى نطيب. لاحظوا معايا نولي العجينه تاعي في صينيه ندهنها مليح بالزيت ونبدا نقرص او نقرص في العجينه تاعي، نديرهم لوزات كما راكي تلاحظي، لوزات صغار قل من حبه المسمن. لاحظي معايا كميه العجينه البنات عطاتني 12 خبزه كما راكي تشوفي. نخليها ترتاح ونزيد نقلي 2 حبات بطاطا نقطعهم مربعات صغار ونقليهم ونخلطهم للخليط. انا المقطع فقط البنات راح لي، لكن معليش ماشي حاجه صعيبه، فقط البطاطا اقليها وصفيها من الزيت وخلطيها للخليط ونحيها على النار وخليها تبرد تماما. لاحظوا معايا انا حطيت الطاجين تاعي يسخن وحكمت الكرة الأولى أو العجينة الأولى اللي قرصتها هي الأولى راهي ارتاحت. نبدأ نحل فيها بالزيت كما راكي تلاحظي، ما نحلهاش رقيقة بزاف كي المسمن وما نخليهاش خشينة. لاحظي ما نساوش البنات راهي عندها الخميرة، ملعقة صغيرة خميرة، ونرفدها ونحطها على الطاجين. لاحظي ثمثم نقلبها ما نخليهاش تحمر، ثواني فقط ونحيها كما راكي تلاحظي. نكمل كامل الكميه اللي عندي تاع العجين، نطيبهم كيف كيف، لازم نطيبهم كامل
على وجه واحد، يعني لازم تكون بيضاء، ما نخليهمش يحمروا، ينشفوا فقط ونحيهم ونحطهم في طرشونه ونخليهم اكوتي، ونبدا نطيب بالوحده. لاحظي معايا، نحكم ورقه من العجينه اللي خدمناها من الخبز عفوا، ندير ملعقه صوص طوماط او هريسه وملعقه بيشاميل البنات. انا خدمت البيشاميل بالفرماج او كريمه الجبن، ونبدا نحشي كيما راكي تلاحظي. والله هذا الحشوه البنات بنين بزاف وزاكي، والعجينه مقرمشه وبنينه. بهذه الطريقه البنات تقدروا ديروا هذه الفطائر في شهر رمضان، طريقه سهله، المقادير قليله، اقتصاديه وبنان بزاف، وبامكان اي وحده تقدر تخدمها. قبل ما نبدا نخدم البنات، نحط الطاجين يسخن على نار متوسطه ونرشو بالزيت، وكي نوجد الفطائر تاعي نحطها مباشره يتحمروا على وجه، ونقلبها ثم على الاطراف كما راكم تشوفوا. ضروري نقلبوهم على الاطراف باش يجيونا مقرمشين. والله يا البنات الوصفه بنينه بزاف واقتصاديه وكامل راح تعجبهم. لاحظي، لازم نحمرهم مليح على الجوانب، الشكل تاعها جميل. بعد ما كملت كامل راح نقطع لكم حبه باش تشوفوا من داخل الحشو. والله ولا اروع. الحبه كبيره يا البنات ومحشيه مليح معمره ما شاء الله، كما تقدري تخدميها في شهر رمضان الكريم مع جاري فريك او حريره وسلطه وانتي تهنيتي. لاحظي والله ما شاء الله، بنين 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 بزاف البنات، ونتمنى تجربوه. اذا عجبتكم الوصفه بارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده، وما تنساوش البنات ديروا لي جيم باش يطلع لا فيديو ونستفادوا كامل. لاحظي معايا، مقرمشين وطريين وبنان. والان ما بقى لي غير نقولكم دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.